محاولة من جانب رومان سايس المغربي الدولي الذي يتقدم بهذه الصورة. كرة جميلة وصلت إلى ديالو، متابع من جانب كوليبالي، وصلت خطيرة. كراسكو خطير، كراسكو خطير، كراسكو خطير. الآن المحاولة والتسديدة القوية. الله السعودي وحارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية، أحد الحراس الكبار في دوري روشن وما أكثرهم. انطلاقة جميلة للأمام، وصلت إلى هتان. هذا ديالو، هذا ديالو، هذا ديالو، ممكن يسدد، سدد. الله الله، الشباب لم يأتي لملعب تحديدا من جانب الشباب. الكرة فيها مرور من جانب مالكوم، وصلت إلى نيمار، كرة جميلة في المكان السليم. هذا الدوسري، هذا سالم، هذه لعبته، هذه خطيرة. كرة جميلة ونيمار يسدد. الله الله الله، إلى ضربة ركنية. ظهر الماضي يأتي بكرة عالية وللأمام، وحيدا دائما كراسكو، لأن هناك أكثر من لاعب هلالي. تعود لي بالفعل، تعود لي الهلال. محاولة جميلة من جانب مالكوم، وصلت إلى نيمار. الهلال يستحوذ أكثر والكرة تلعب بصورة جميلة، وسالم الدوسري، لكن عند حارس المرمى كيم في الكرة. كرة الماضية لخارج أرضية الملعب تنفذ بسرعة للهلال، وفيها مرور في الكرة الماضية، ولا زالت هلالية في الله على المرور في الأولى، لكن تعود بعد ذلك من جانب نيمار. إبعاد الكرة الماضية، يتحمل عبء كبير، والتسديدة القوية من جانب سالم الدوسري تذهب بعيدا، وتكون بالتالي ضربة. واعتقد ان السبب هو جيسوس. انطلاقه من جانب مالكوم ممكن يسدد، ارسلها عاليه وللامام. الله، العرضيه الخطيره والابعاد بعد ذلك، والكره من جانب حسين القحطاني. في ذاكره كره القدم السعوديه التعادل بدون اهداف، الثالث في زمن الاحتراف. كره جميله. الله الله الله، قال له سجل. نيمار قال نيمار والحارس الكوري، نيمار والحارس الكوري. نيمار يتقدم ويضيع، وحارس المرمى يتألق. حارس المرمى نيمار سددها، والكوري كيم تعلق. انا حسبه الكرة من ضربة ركنية تلعب وبالراس. الله 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 الله، من جانب ايضا متروفيتش على ما يبدو في الكرة الماضية من ضربة ركنية، ارتقاء عالي بهذه الصورة، كادت ان تلامس الشباك. هي لامست الشباك بالفعل، ولكن لامست الشباك من الاعلى واستقرت. هذا رقم الذي يعود الان ويؤدي دوره الدفاعي في الكرة الماضية، لكن الى فواز صقور. الشباب عنده كرة، الشباب عنده خطورة، الشباب عنده كرة في هذا المكان الخطير، والتسديدة في الكرة الماضية ابعاد، وتعود بعد ذلك لسيطرة شبابية في هذه اللحظات. نيفز، ووصلت الآن إلى مالكوم في مرور. الله على البرازيلي، على راقص السامبا الذي رقص في الكرة الخطيرة والتسديدة، وبعد ذلك سانتوس المحسبة اللي عنده 35 مباراة موجود في قائمة البدلاء. كرة من ضربة ركنية تلعب بهذه الصورة، وتعود والتسديدة خطيرة، وفرصة وتنحط وتمر، لكن عندنا زيدان ماخذ أكثر من حاجة صحيح. وعندما امتهن التدريب بعد ذلك ذهب في طريق رائع جدا مع الفريق الملكي. ويقال هذه الأيام أن لو تم شراء نادي مارسيليا من السوق كان يصول ويجول مع فالنسيا، مع اتلتيكو مدريد، مع الأندية الإسبانية الكبيرة، والآن يلعب لنادي كبير وعنده كرة للأمام إلى ديالو في الكرة الماضية. لك الله الله على التصدي وعلى طبعا البليهي في الكرة الماضية، لكن الشباب يبدأ الشوط الثاني والتسديدة من جانب إيفر بانيجا. هذا الذي قالت فعلا في الطريق الصحيح، قد تفوز ولكنك ليس مقنع، وحتى الآن هذا ما يغضب المشجعين نادي الهلال. هذه كرة تلعب الآن، وصلت إلى بالفعل هتان بهبري، نقلة جميلة عالية وللأمام. الله على الاستقبال. الله الله، لكن عندك تسلل. بطل بلا خسارة، 19 فوز و7 تعادلات أيضا للشباب أيضا في الموسم التالي، وبالتالي نحن أمام أول بطلين لدوري المحترفين السعودي. خطيرة، فرصة للأمام. الله الله الله،
خارج الملعب. الشوط الثاني مباراة عرضيته ما كانت جيدة، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرات الماضية. الله 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 الله، عندما يتجلى الأرجنتيني، عندما يلعب مباراة الأفضل في الموسم، والكرة لكراسكو في هذا المكان الذي يراوغ فيه ويسدد. أوه على الكرة الماضية تضرب الآن عنده طمع في المباراة، أتحدث عن إخوان براون. ممكن والله إخوان براون يستمر في نتائج ممتازة، يحرج إدارة نادي الشباب، يقول لهم شيلوا كلمة المؤقت، وهذه خطيرة للأمام إلى سالم. عند حارس المرمى سالم. حكم المباراة هذا هو نيمار. الكرة تعود الهلال في حالة هجوم في هذه اللحظات. تسديدة قوية من كوليبالي. ونعم تعود الآن في ضغط شبابي عن طريق ياغو سانتوس للعقل المفكر وقائد الأوركسترا للشباب. مرور فواز السكور، وهذه ليانك سددها. الإماراتي قال يسجل وكان هداف الدوري 2013. هذه انطلاقة في هذا المكان السليم. الآن العرضية بالفعل جميلة ووصلت إلى نيمار، والتسديدة القوية والمحاولة مستمرة، والهدف الذي يلغى. هدف يلغى. فرحة هلالية لم تكتمل. عودة البرازيلي مالكوم الذي ينطلق سريعا الآن باتجاه نيمار. محاولة بالفعل فيها نيمار يتقدم للأمام. الله ميشيل، سهلة. أول كرة ذلك تبعد وتعود لديالو. مباراة الآن ما تبقى من وقتها ليست لأصحاب القلوب الضعيفة، لعشاق الفريقين. انطلاقة من نيمار يأتي بكرة للأمام. الآن نيمار في الكرة الماضية محاولة المرور، وقد وصلت إلى نيفيز، سددها قوية وإبعاد وستبس. بينما انطلاقة هنا كرة تبعد بهذه الصورة، تعود إلى بانيجا. ولا تمريرة غلط في مباراة اليوم رغم أهمية. خطيرة. الله إلى ضربة ركنية. كم الفرق. أين تذهب المباراة وأين تستقر الكرة؟ والضربة الركنية العالية الآن. الله، حيث الظلام عميقا هناك دائما من يفسح للنور طريقا. حيث الظلام عميقا هناك دائما من يفتح للنور طريقا. يا هلال، فهد المهلل صالح الداوود. كرة تلعب الآن ولا زالت قائمة وخطيرة، والشباب خطير، والكرة إلى كراسكو، ممكن يسدد. الله يا بانيجا الذي سددها خارج الملعب. صالح الداوود، سالم سرور، مرزوق العتيبي، عواد العنزي، ناصر الشمراني، أحمد عطيف، عبدو عطيف، خالد المعجل. القائمة تطول. هذه الكرة اللي لعبت بهذه الصورة، ولكن بينما الشباب هذه انطلاقة الآن. هذه محاولة من بانيجا، وصلت الآن لسعود عبد الحميد. وين موجود في خط الوسط. ماذا يفعل؟ إنه يبدأ هجمة للهلال عن طريق من؟ عن طريق ميشيل، يأتي بكرة. الله ما لجنون الهلال آخر. سحر هذا في الكرة الماضية، الهلال يتقدم بهدفين. هل انتهت المباراة أم أنه لا زال هناك متسع للشباب للعودة؟ طبعا معنويا لا شك حظوظ الهلال الآن أكثر. هذه كرة جميلة في هذا المكان، خطيرة، فرصة من جانب ميشيل. شوف ميشيل، هذه لا هي تسديدة على المرمى مباشرة. تكون مشاركة 36 وسيوسع الفارق لأن يكون أكثر من لعب في استاد الملز عبر كل التاريخ. انطلاقة في هذا المكان الآن، والتسديدة قوية، والكرة خارج الملعب من ميشيل، ويكافئه على أداء كبير بكل معنى الكلمة في مباراة اليوم.
كرة جميلة، هذه جميلة، هذه خطيرة، هذه فرصة للأمام من سلمان الفرج، لكن أيضا فقد توازنه في الكرة الماضية وتحول. مرة واحدة فقط تقدم الهلال على الشباب في الديربي وخسر مباراته أمام. هذه خطأ، وحكم المباراة يطلع الإنذار، والإنذار على فهد المولد في دوري روشن، وبتعادلين وبهدفين نظيفين في هذا الديربي المثير. هذا سافيتش الذي تحول الآن وأصبح مهاجما، والكرة خطيرة في الكرة الماضية، لكن كيم الذي أنقذ مرة شباكة في مباراة اليوم. هذه الكرة من جانب، خلاص تعب كثير، 35 سنة بمجهود كبير جدا. وهذه الكرة من جانب نيمار مرة أخرى، كرة يرسلها إلى ميشيل، حلوة لسعود عبد الحميد، ظهير موجود، والكرة من نيمار. بالمناسبة الكل يبغي نيمار يسجل في الهلال، الكل يبغي نيمار. لا تطرقوا بابك كل يوم في إشارة طبعا إلى فرصة كانت في الشوط الثاني، وكانت الأمور لا زالت عند التعادل بدون أهداف. بعد هذه المباراة على الهلال أن يحزم حقائبه وأن يرحل إلى إيران لمقابلة نساجي الإيراني، وبعد ذلك عليه أيضا أن يلعب أمام الأخدود خارج القواعد. هذه محاولة خطيرة في الكرات الماضية تحولت الآن إلى ضربة ركنية.